إن قرار إعادة دفن رفات هؤلاء الشهداء له على ضرب كتابة تاريخ الثورة بحقائقها. ومن هنا كان تركيز رئيس الجمهورية على كتابة التاريخ، لأن التاريخ ذاكرة الأمة، ولأن شعبا كما قال يتجاهل تاريخه وشعب يفقد شخصيته ومقوماته وأصالته ويصبح عرضة للاستلاب الفكري وللتبعية والتقليد. في قرار إعادة الاعتبار لكل مجاهد ومناضل تعرض إلى محاكمة وإعدام بسبب الظروف الصعبة، قناعة بحقيقة المعاناة وبقساوة الكفاح وبحقيقة كانت دائما سر النجاح. لقد كان الجميع رحماء بينهم أشداء على الأعداء. هنا وقف الجميع تحية وإجلالا لهؤلاء الشهداء. الأخ الرئيس، صحبة الأخ محمد شريف مساعدية، الأخ عبد الحميد البراهيمي الوزير الأول، يلتحقون باقي الإخوة كبار. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة التأبين من الأخ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث هداية ورحمة للعالمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الأخ الرئيس المجاهد، أيها الإخوة المجاهدون والمناضلون، إخواني المواطنين، أخواتي المواطنات، إنها لحظات تاريخية مشهودة نعيشها اليوم ونحن في هذا الجمع الخاشع أمام مجموعة من أبناء ثورة الجزائر الماجدة، الذين وإن بليت أجسامهم فإن أرواحهم ترفرف حولنا في هذه الأرض. ذلك أن الأموات لا ينقطعون عن الحياة كلية، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن الميت يسمع ويحس ويرى وهو في قبره،
قال عليه الصلاة والسلام: والذي في يده ما أنتم بأسمع منهم لما أقول لكنهم لا يجيبون. إن هؤلاء الإخوان الذين نحتفي اليوم بإعادة اعتبار الكرامة وشرف الجهاد إليهم كانوا في حياتهم ككل البشر معرضين للخطأ وللصواب، لكن ثورة الجزائر الوفية لمبادئها تسجل لهم مساهمتهم في تحقيق ما ننعم به اليوم من حرية وسيادة، وما نشيد من مفاخر ومآثر وأمجاد في جميع ميادين الحياة. من هنا جاء القرار الثوري التاريخي الذي أصدره الأخ الرئيس الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، القاضي بالعفو الشامل وإعادة الاعتبار لهذه المجموعة الأولى وغيرها من المجموعات اللاحقة من أبناء هذه الثورة العظمى التي يتأهب الوطن في جميع أرجائه للاحتفال بذكراها 30. وهكذا تتصافح الأرواح وتلتئم الجراح بين الأسر ورفاق السلاح. إن هذا القرار الثوري الحكيم إذا كان التاريخ لم يشهد له مثيلا في أخلاق الثورات الحديثة في أخلاق الثورة الحديثة في العالم بأسره، فإن له سندا من تاريخ ديننا الحنيف. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم للإنسانية مثالا رائعا لخلق إسلامي عظيم، هو العفو الكريم عمن كانت لهم سابقة في ميدان التضحية والجهاد. لقد جاء في كتب التفسير القرآن الكريم أن الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة قد ارتكب مخالفة حربية كبيرة جعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عنه قائلا لعمر: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: إن ما شئتم. أيها الإخوة، لقد كشف هذا الصحابي في العفو عن مخالفته تلك أنه شهد غزوة بدر. وهل كانت ثورة نوفمبر 54 في الجزائر إلا بدر أخرى في تاريخ المسلمين؟ فرحم الله شهداء نوفمبر، فرحم الله شهداء نوفمبر وجميع من سبقوهم إلى ميدان الجهاد والاستشهاد، ووفقنا الله إلى السير على العهد لما فيه مجد الثورة وعز الدين وازدهار الوطن في كنف الوحدة والكرامة والعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر